السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم وقبل هذا السحور وبداية الشهر الفضيل، الله يكتب لنا فيها الخير والصحة والعافية. أكيد تعرفوا هذا محمد الحسني، سوي قلب وشير علشان يوصل المقطع الأكبر عدد. وكما رمضان شهر التسامح والأخاء، مهما حصل ومهما كان الولد ابن بلادنا مهما حدث. صح أنه سب اليمنيين وغلط وعملنا عليه حملة لتوقيف المسلسل الذي بيقدمه أنه ما يصلح، معه مقاطع مخلة بالآداب، أنه يمثل حضارة اليمن. هذا الذي فعلناه احنا ووقفنا المسلسل إن شاء الله. ولكن الولد صار له محبوس 10 أيام في إب، يمكن قالوا علشان تصريح، أنه صور في مكان بدون تصريح. فإذا كان هذا هو سبب سجنه فنتمنى الإفراج عنه، لأن أهله منتظرنه وأمه منتظرنه، وأكيد الأهل والأم ليس لهم أي علاقة في أنهم يرمضوا بدون ولدهم. وأكيد وكنتوا عارفين رمضان ما بش داعي للشرح، هذا هو. أما إن كانت قضية ثانية فالدولة أخبر يعني ياخذ جزاءه. أما إن كان فعلا على تصريح فهذا والله إنه ظلم. رمضان جاء خلاص، الرجال صور بدون تصريح الغيت والمسلسل، الله يبيض وجيهكم، خلوا الرجال يرح له ويتروح يرمض بين أهله. وتحياتي للجميع، هذه كلمة الحق، قولوا كلمة الحق سواء كانت عليكم أو لكم. لا تفتجعوا ولا تخافوا من أي واحد، قول اللي في راسك واللي تشوفه بعينك صواب. صح ان الرجال غلط واحنا فعلنا الحملة علشان ايش؟ المسلسل قالوا توقف خلاص، الولد يخرجوه في رمضان يرمض مع اهله اذا هو علشان التصريح. اما ان كانت قضية ثانية فيسدوا بينهم البين. وتحياتي لكم، اللهم اني ابرئ ذمتي امام الله وامام الناس. تحياتي لكم.